تزوجت في عفرين، في منطقة عفرين ناحية شران قرية بيرجان البياعة. عندي أنا 4 أولاد، صبي و3 بنات. وزوجي كردي، وأنا أنا علوية مثل ما سبق وذكرت، من محافظة اللاذقية. تزوجت بعفرين، وبالبداية ما كنت أعرف اللغة الكردية. كنت أسمع بالمكون الكردي سمع فقط لا غير، أما أني أعرف أتكلم لغتهم وأحكي مثلهم، لا أبدا. صار عندي فضول، حبيت أني مثل ما أنا عم علم أني أتلقى التعليم كمان، أني أنا أتعلم كمان هاللغة انشديت إلى كتير. طبعا متزوجة أنا، زوجي كردي، وأولادي عندي بيتقنوا اللغة الكردية. فحبيت أني يعني مثل ما بيقولوا أني وسع نشاطي ووسع دراستي بهالمجال. طبعا عفرينكي باللغة الكردية العفريني بحسن بحكي، وعندي انطلاق كامل بالنسبة للغة الكردية. أما أني علم الأطفال بالمدارس اللغة الكردية وفق المنهاج أو التدريس، لقيت بالبداية صعوبة، كونه في مصطلحات أكاديمية ما سبق وأنا سمعاني فيها. برجع وبقول انه انا كان عندي فضول كتير كبير اني اتعلم هاللغه، انشديت لهاللغه، مو لانه زوجي كردي، لا، بس لانه اللغه، كل لغه بالعالم تعبر عن حضاره شعب باكمله. انا حبيت هاللغه، وحبيت اني اتوسع فيها، واني مثل ما بيقولوا اتعلم الكتير كمان، اني اتعلم الكتير بالنسبه لهاللغه. طبعا بالبدايه انا كنت بعد ما كنت معلمه وكيله لمده 13 سنه، بسبب نزوح أهالينا من حلب إلى عفرين، سكرت المدارس بسبب لجوء النازحين للمدارس والسكن ضمن المدارس. عملت بمجال بلدية، تقدمت للانتخابات للبلديات، وتم تعييني ببلدية دير سوان، عملت فيها 2 سنين ونص. خلال وجودنا بالبلدية لمدة 2 عام ونصف، حاولت أني أتعلم اللغة الكردية. يعني مثل ما بيقولوا العذر مو من عنا نحن، اولا ضغط شغل، وثانيا عدم التزام المعلمه، ومثل ما بيقولوا استمراري. اللغه بدها متابعه، بدها استمرار، بدك انه ما تنقطع بدون انقطاع. وطبعا صار انقطاع خلال مجال شغلنا وشويه ضغوطات العمل. بعد هيك تم انتخابات البلديات والمجالس والنواحي. اتقدمت للانتخابات من المجالس، تم انتخابي النائب الرئاسي المشترك لمنطقة عفرين. أيضا بمجال المجالس عملت 3 سنين أو 4 تقريبا. حاولنا أنه نتعلم اللغة الكردية، أنه يتعلم أنه هاللغة من خلال العمل، من خلال مثل ما بيقولوا المتابعة. كمان العذر ضغط الشغل وعدم الالتزام المعلمين. طبعا الشغل كان علينا، الضغط كان على الجميع مو بس على شخص واحد. طبعا بعد نزوحنا من عفرين داومت بالمجلس مدة 3 سنوات. بعد منا قدمت استقالتي للمجلس ورجعت لسلك التدريس. بحب أنا مهنتي كتير كتير. مهنة التعليم مهنة راقية، إنك عم تبني جيل، عم تعلمه. وبالمقابل خلال وجودي بمجال التدريس كان عندي شغف كتير كبير إني أتعلم اللغة الكردية وأتوسع وأتلقى يعني العلم الواسع بهالمجال. ومع ذلك الحمد لله رب العالمين تعلمت، أخذت المستوى الأول باللغة الكردية، المستوى الثاني، وهلأ عن جديد رح نقدم على المستوى الثالث. يعني اللغة سبق مثل ما حكيت، اللغة حضارة بتعبر عن حضارة شعب بأكمله، حضارته وثقافته، أصالته. وأنا من هالمنطلق هيدا حبيت أن أتعلم اللغة الكردية. طبعا بمجال اللغة بالبداية لقيت صعوبات، مثل ما ذكرت أنه في مصطلحات أكاديمية مو مثل لهجتنا العفريني. بس بالمقابل عندي أولادي وزوجي وقفوا لجانبي، كانوا يساعدوني، ساندوني بهالنقطة كتير، يعني وشجعوني كتير أني امشي وتابع خطواتي بمجال تعليم اللغة. بنصح كل امرأة إن كانت متعلمة أو غير متعلمة تتعلم أي لغة، أي لغة كانت، لأنه الإنسان بثقافته، بحضارته، بلغته بيعبر عن وجوده، بيعبر عن أصالته، عن مجتمع بأكمله. بنصح أي امرأة
انه ما توقف عند لغه معينه، تتعلم اكثر من لغه. لانه على سبيل المثال اهالينا اللي نزحوا على تركيا او على المانيا او على الدول الاوروبيه، كل انسان اول شيء بينطلب منهم انه تعلموا لغه البلد اللي انتم فيه. ولذلك بنصح اي انسانه، اي امراه، اي ان كان ذكر ام انثى، امراه او رجل او ولد او بنت، انهم يتعلموا اللغه. لغه وحده منا كافيه. الانسان بحيث وين ما راح يقدر يخلص حاله، يكون قادر على التعايش مع اي مجتمع بيعيش فيه.